هل الممثل والنجم العالمي كريس هيمسورث هيعتزل التمثيل بسبب اعراض مرض الزهايمر ولا لا؟ من اسبوع تقريبا او من اسبوعين نزل مقال صحفي ان كريس هيمسورث بيعاني من اعراض الزهايمر. اكتشف ده مؤخرا، هو لسه ما اتصابش بمرض الزهايمر بس هو عنده الاعراض وبنسبه كبيره جدا هيجيله المرض ده. يعني ربنا يعافينا كلنا. يعني امراض كتيره جدا وراثيه بنلبس فيها، فهو اكتشف حاجه زي دي. وطبعا ده كان بالنسبه لنا ده خبر صادم، لان هو الممثل يعني لسه صغير تقريبا، هو داخل على 40 سنه تقريبا دلوقتي او حاجه زي كده، فلسه صغير على حاجه زي دي او مرض زي ده. فطبعا مقال زي ده كان حزين، يعني ما كانش خبر اكسكلوسيف مثلا ولا حاجه من مصادر موثوقه والكلام ده، لا المقال كان مبني على كلامه هو. يعني هو كان في كلام هو شخصيا منه جوه المقال، وقال الشهور الجايه هيتاكد 100% هل الموضوع حقيقي واصابته حتميه ولا ممكن يكون فيه اوبشن اللي هو ياخد حاجات مثلا يمنع او ياخر حاجه زي دي على قدر الامكان. فقال في المقال ده ان هو بناء على حاجه زي دي هو قرر انه يهدي الدنيا شويه، يعني في التمثيل يبتعد عن التمثيل شويه. هو الناس طبعا خدت حاجه زي دي ان هو اعتزل او اللي هو هيعتزل او ايا كان، لا هو ما اعتزلش، هو قرر ان هو يبعد عن التمثيل شويه، لان هو برضو على حاجه زي دي مزعلاني. ليه مثلا؟ لان هو نجم يعني اكتف قوي، فمره واحده لما يجي له مرض ويقلل التمثيل ما يعتزلش، يقلل التمثيل بس. طبعا دي حاجه محزنه، بالذات طبعا هو ثور شخصيه ثور في عالم مارفل السينمائي، هو معلق معايا ومع معظم الناس بشخصيه ثور. والمقال ده برضو اتكلم على ثور، قال ان انا بالمنظر ده هحاول انهي شخصيه ثور في اقرب وقت ممكن. وحاجه زي دي تزعل قوي لما يقول كلمتين زي دولت. ومن فتره قريبه جدا لما نزل فيلم ثور لاف اند ثاندر قال انا هفضل العب شخصيه ثور لحد ما الناس يقولوا يمشي. فطبعا دي حاجه محزنه، هو كان عنده استعداد ان هو يفضل يكمل 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 يكمل، ودلوقتي مضطر او مش مضطر، هو خلاص يعني اللي هو لازم اقفل احتياطي. وطبعا في حاجات بقى وسط السطور في المقال محزنه، اللي هو بيتكلم بقى اللي هو انا خايف انسى مراتي وبناتي ومش عارف. الموضوع حزين، وان شاء الله يعدي الازمه دي بأقرب وقت. بس الناس المهتمه بحوار التمثيل والناس وحته الاعتزال والكلام ده، هو لحد دلوقتي ما اعتزلش ولا هو مقرر يعتزل، هو قال هيبعد عن التمثيل. وحاجه زي دي هتغير وهتبقى حاجه مهمه جدا في عالم مارفل السينمائي، لان شخصيه ثور مش ماشيه بطريقه حلوه بصراحه من ساعه اند جيم عملوا لاف اند ثاندر، وللاسف كان فيلم وحش جدا، وفي اعتقادي الشخصي من ده اسوأ فيلم في عالم مارفل السينمائي. فهم اعتقد كان في دماغهم هم يطولوا الشخصيه على قدر الامكان ويشوفوا هيعملوا ايه بالظبط معاه في مغامراته والكلام ده. بس اعتقد دلوقتي حاليا بغض النظر عن حالته الصحيه الموضوع بقى حتمي ان احنا نشوف نهايه ثور في اقرب وقت ممكن. طبعا سخافه ان انا اتكلم على حاجه زي دي في وسط واحد تعبان والكلام ده، بس انا برضو عارف الناس هتسال على اكتر حاجه هتسالها ايه مصير شخصيه ثور. يعني حتى لو عرف يظبط الدنيا وعرف يظبط صحته وكل حاجه، فبرضو هيقلل طبعا وقته في التمثيل، لان هو بيطلع من حاجه لحاجه، بيطلع لحاجه لحاجه. فاكيد طبعا حاجه زي دي حتى لو مجرد اعراض او تطلع حاجه غلط مثلا، فاكيد الاولويه للراجل زي ده عيلته، ان هو يقلل شغله شويه عشان يقعد مع عيلته. زي مثلا بين افليك بغض النظر طبعا عن مشاكله مع باتمان والكلام ده، قال لا انا مش عايز اشارك في حاجات تقيله فرانشايز والكلام ده، لان انا عايز اشوف عيلتي، عايز اشوف عيالي. فدي حاجه مهمه. حتى جيمس بوند برضو الممثل جيمس بوند كان مش عايز يعمل اخر فيلم ده بسبب حاجه زي دي. اخر فيلم عملته كان الجزء الرابع اللي هو سبيكتر تقريبا، خلاني سنه كامله مش عارف اشوف عيالي. فالموضوع ده مهم يا جماعه. طبعا بقى الصحافه من هنا بقى ومقالات هنا وهنا واعتزل ومش عارف ايه، لا الكلام ده مش حقيقي. زي ما قلت هو هيبعد عن التمثيل فتره، وممكن ما يبعدش، ممكن تكون اعراض دي فعلا ان شاء الله يعني تطلع حاجه نص نص كده والموضوع يطلع عبيط ويرجع احسن من الاول. بس انا ما اعتقدش حاجه زي دي. زي ما قلت حتى لو مفيش حاجه، لا اكيد 100% هيبتدي يقلل شويه علشان حته العيله، ولو في حاجه ربنا يشفيه وبس. دي حاجه كنت عايز اوضحها بقى لها فتره برده متداوله، اللي هو اعتزل ومش هيعتزل ومش عارف ايه والكلام ده. وفي ناس برده بتقول هو جاله الزهايمر، هو ما جالهوش الزهايمر، فبرده هي مجرد كلام. بس كده يا جماعه، ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبكم. كان معاكم زياد المغربي من كابوريا ستيشن.
أز كابوريا، أز كابوريا، لو أزوني حأز